عندما يطرح البعض فكرة انتقاد النظام الملكي في المغرب، غالبا ما يتم تقديمها وكأنها حل بسيط لكل التحديات، لكن الواقع أكثر تعقيدا بكثير، لأن الحكم على أي نظام لا يكون بالشعارات بل بالنتائج على الأرض. والمغرب يقدم نموذجا قائما على الاستقرار والتوازن في منطقة تعيش على إيقاع الاضطرابات، حيث استطاع أن يحافظ على مؤسسات قوية وأمن مستمر وحياة يومية طبيعية. وهو ما يطرح سؤالا منطقيا: هل المشكلة فعلا في طبيعة النظام أم في القدرة على إدارة الدولة وتحقيق الاستقرار؟ لأن التجارب القريبة تعطي صورة واضحة عن أن تغيير شكل الحكم لا يعني بالضرورة تحسين الواقع، بل قد يؤدي أحيانا إلى العكس تماما. وإذا نظرنا إلى بعض الدول المجاورة التي تعتمد النظام الجمهوري، سنجد نماذج مختلفة لكنها تشترك في نقطة أساسية، وهي صعوبة تحقيق التوازن. ففي ليبيا مثلا، وبعد سقوط النظام، لم تدخل البلاد مرحلة استقرار كما كان يتوقع، بل وجدت نفسها في دوامة من الانقسامات والصراعات المسلحة، حيث تعددت مراكز القوة وغابت السلطة المركزية القادرة على فرض النظام، وهو ما جعل الأمن هشا والحياة اليومية غير مستقرة. وفي تونس التي تعتبر تجربة سياسية مختلفة، نجد أن هامش الحرية الذي تحقق بعد التغيير لم يمنع من ظهور أزمات كان اقتصادية حادة واحتجاجات متكررة أثرت بشكل مباشر على استقرار البلاد، ما يوضح أن الحرية وحدها لا تكفي إذا لم ترافقها قدرة على إدارة الاقتصاد وتحقيق التوازن الاجتماعي. أما في الجزائر، فرغم وجود مؤسسات قوية وجهاز أمني فعال، فإن التوتر السياسي ظل حاضرا، مع حراك شعبي سابق يعكس وجود اختلالات في العلاقة بين السلطة والمجتمع، وهو ما يدل على أن الاستقرار لا يتحقق فقط عبر القوة، بل يحتاج إلى توازن سياسي واجتماعي أعمق. وفي مصر نجد نموذجا آخر، حيث تم استعادة الاستقرار الأمني بشكل واضح، لكن ذلك جاء عبر مقاربة صارمة تضع الأمن في المقام الأول، وهو ما يطرح تحديا دائما في تحقيق التوازن بين الاستقرار والحريات. بينما في موريتانيا، ورغم الهدوء النسبي، فإن الإمكانيات المحدودة تجعل مستوى التنمية والخدمات أقل، وهو ما يؤثر على جودة الحياة بشكل عام. هذه الأمثلة لا تطرح للمقارنة السلبية أو التقليل من شأن أي دولة، بل لإبراز حقيقة مهمة، وهي أن شكل النظام وحده لا يصنع النجاح، بل الطريقة التي يدار بها. وهنا يظهر النموذج المغربي كحالة تجمع بين عناصر متعددة، حيث يوجد استقرار سياسي مستمر وأمن حاضر دون أن تختفي الحياة الطبيعية، وإصلاحات تدريجية سمحت بتطوير المؤسسات دون الوقوع في صدمات مفاجئة، إضافة إلى دينامية اقتصادية تجعل البلاد قادرة على جذب الاستثمارات وتحقيق نمو مستمر. وهذا لا يعني أن المغرب خال من التحديات، بل يعني أنه نجح في التعامل معها دون أن يفقد توازنه، وهو ما يجعل النقاش الحقيقي ليس حول إسقاط أو تغيير النظام بشكل جذري، بل حول كيفية تطويره وتحسين أدائه، لأن الحفاظ على الاستقرار مع السعي للإصلاح يبقى الخيار الأكثر واقعية، خاصة في منطقة أثبتت تجاربها أن التغيير غير المحسوب قد يؤدي إلى نتائج عكسية. وفي النهاية، فإن أي مواطن يبحث عن دولة توفر له الأمان وفرص العمل وإمكانية التخطيط للمستقبل، وهذه العناصر تتحقق عندما يكون هناك توازن في الحكم، وهو ما استطاع المغرب تحقيقه بدرجة مهمة مقارنة بعدد من التجارب المحيطة